تدور القصة حول أم تدعى أمينة، وهي امرأة بسيطة تعيش في قرية صغيرة مع أسرتها المكونة من زوجها حسن وأبنائها الثلاثة. كانت أمينة تعيش حياة مليئة بالحب والتضحية، ولكن حدث ما قلب حياتها رأسا على عقب عندما اكتشفت أن ابنها الأصغر سامي، طفلها المدلل والوحيد الذي جاء بعد سنوات طويلة من الانتظار، يعاني من مرض خطير يتطلب علاجا مكلفا جدا في مدينة بعيدة. حاولت أمينة وزوجها توفير المال لعلاج سامي، لكن دخلهما البسيط لم يكن يكفي. اقترح حسن أن يبيع قطعة الأرض الصغيرة التي يزرعونها، لكن المال الذي سيحصلون عليه لن يغطي تكلفة العلاج بالكامل، كما أن بيع الأرض يعني أنهم سيفقدون مصدر رزقهم الوحيد. مع مرور الأيام بدأ وضع سامي يتدهور أكثر، وبدأ اليأس يتسلل إلى الأسرة. وفي لحظة ضعف عرض أحد الأثرياء على أمينة عرضا غريبا ومغريا: أن تترك زوجها وتتخلى عن أبنائها الآخرين مقابل أن يتكفل هو بتكاليف علاج سامي بالكامل. كان العرض صادما، ورفض حسن حتى مجرد التفكير في الأمر، لكنه أدرك أن أمينة كانت تميل للموافقة بسبب حبها الجنوني لابنها المريض. في إحدى الليالي وبعد صراع داخلي طويل، قررت أمينة التضحية بكل شيء من أجل إنقاذ سامي. غادرت المنزل بصمت، تاركة رسالة لحسن وأولادها تقول فيها: سامحوني على هذه الخطيئة، لكن قلبي لا يحتمل أن أرى سامي يموت أمام عيني. سأفعل ما أراه صوابا، وأعلم أنكم ستفهمونني يوما ما. ذهبت أمينة مع الرجل الثري الذي أوفى بوعده ودفع تكاليف علاج سامي، لكن حياتها لم تكن كما تخيلت. عاشت في عذاب دائم لأنها فقدت عائلتها التي كانت كل شيء بالنسبة لها، وكانت تعلم أنها لن تسامح بسهولة على هذا القرار. أما حسن وأولاده فواجهوا مرارة الغياب والخيانة، لكنهم استمروا في حياتهم بصعوبة. بعد سنوات شفي سامي وعاد ليبحث عن والدته، وقد علم القصة كاملة من أحد معارف العائلة. عندما وجدها كانت أمينة قد أصبحت عجوزا مليئة بالندم، وعانقها بشدة قائلا: أمي، أنا هنا لأنك اخترتني، لكن كان الثمن قاسيا جدا. انتهت القصة بتسامح سامي معها، لكنه قال: لقد فقدنا جميعا الكثير بسبب هذا القرار، فليكن درسا لنا جميعا أن التضحيات الكبيرة أحيانا تأتي بخسائر أكبر. ختام القصة: أخي، أختي، إن كنت من عشاق القصص الواقعية والهادفة، علق بكلمة تم ليصلك كل جديد ومفيد. تحياتي لكم. قناة قصص وحكايات.